في مباراة قوية جمعت بين المنتخب المغربي لفئة أقل من 17 سنة ومنتخب السنغال، تلقى المنتخب المغربي هزيمة مفجعة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. رغم النتيجة السلبية، قدم الفريق المغربي أداء مذهلا وأظهر تفوقا واضحا على المنافس، وسيطر المنتخب المغربي بالطول والعرض على مجريات المباراة بالكامل، حيث استحوذ على الكرة وقدم تمريرات دقيقة وتحركات استراتيجية. ومع ذلك تعرض المنتخب المغربي لحكم مثير للجدل، حيث منح الحكم ضربة جزاء للمنتخب السنغالي بشكل غير واضح، وقرر استخدام تقنية الفيديو المساعدة لاتخاذ القرار. وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، يجب أن يفتخر المنتخب المغربي بأدائه الرائع وتفانيه في المباراة، وأن هذه النتيجة ستمنح اللاعبين الفرصة للنمو والتطور في المستقبل، وقد تكون حافزا لتحقيق النجاح في المسابقات المقبلة. وأنت أيها المشاهد الكريم، هل تظن فعلا أن ضربة الجزاء التي منحها حكم للمنتخب السنغالي كانت مؤثرة، أم أن تغييرات المدرب السنغالي هي من أحدثت الفارق؟ أتمنى مشاركة آرائكم في التعليق، وشكرا على المشاهدة.